بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، والآن مع الأسبوع الثالث. وفي الأسبوع الثالث هنبدأ بالتقييم، والتقييم المرة دي الوزارة منزله لنا مش تقييم واحد، 3 تقييمات. يعني المدرس هيقسم الفصل ل3 مجموعات وهيحط على السبورة ال3 تقييمات، وكل مجموعة هتحل تقييم. النهارده احنا ان شاء الله هنحل مش تقييم واحد ولا 2، لا هنحل لك ال3 تقييمات في فيديو واحد. ركز معانا. بس في البدايه كالعاده كده ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونشترك في القناه علشان تتابعوا معانا كل التقييمات والاداءات لنهايه العام ان شاء الله. تعالوا نبدا بالتقييم الاول. في التقييم الاول جايب لي خطبه لقس ابن ساعده الايادي، وبيقول لي من خلال الفقرة دي: الفن النثري الذي ينتمي إليه قول قس ابن ساعدة. معروف أن قس ابن ساعدة ده هو أشهر خطباء العصر الجاهلي. يبقى انتهى الأمر. أيها الناس اسمعوا ووعوا، من عاش مات ومن مات فات. ولا كل المدرسين في كل الجمهورية استخدموا من عاش مات ومن مات فات دي كأمثلة في البلاغة، ودي طبعا خطبة. يبقى الفن النثري على الخطبة. طيب، نوع المحسن: من عاش مات من مات فات. هلاقي جملتين قد بعض والحرف الاخير ايضا متشابه. جملتين قد بعض يديني ازدواج، طب والحرف الاخير متشابه يدينا سجع. يبقى الجملتين دول بينهم سجع وازدواج. طيب، من خلال الفقرة السابقة عايزين 3 خصائص أسلوبية اتفق فيها قس ابن ساعدة، واتفق فيها أيضا ذي الإصبع العدواني في نصه من وصايا الحكماء. هنلاقي الخطب من خصائصها إيه؟ هنجيب من خصائص الخطب. عندي أول حاجة سهولة الألفاظ، تاني حاجة قصر الجمل، تالت حاجة هنلاقي الاعتماد على السجع والازدواج. بيكثر استخدام السجع والازدواج في الخطب في العصر الجاهلي. طيب، لو خدنا زي ما شفنا اهو من شويه، زي مات وفات ده سجع، وزي من عاش مات من مات فات ايضا ازدواج. كل ما هو آت، ليل داج، نهار ساج، نلاقي كل ده ايضا سجع وازدواج. يبقى كده معايا سهوله الالفاظ، قصر الجمل، واعتماده على السجع وعلى الازدواج. طيب، عايزين إعراب الفعل يرضى في هذه الجملة. وتدعو الله مجتهدا ليرضى. لماذا تدعو الله ليرضى؟ يبقى اللام دي لام إيه؟ لام التعليل، ولام التعليل أداة نصب. يبقى يرضى فعل مضارع منصوب. طب ومنصوب بإيه؟ منصوب بالفتح. طب والفتحة دي ظاهرة ولا مقدرة؟ الفتحة المقدرة، لأنه طبعا معتل الآخر بالألف. طب والفتحة دي علامة أصلية ولا فرعية؟ عايز نوع العلامة؟ طبعا علامة أصلية. يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة، ودي علامة أصلية. بيقول لي بقى على مواقع التواصل تويتر: اكتب تغريدة شكر لجيش مصر العظيم، طبعا بمناسبة إيه؟ انتصارات أكتوبر، بس في شرط تتضمن كلماتك مضارع منصوب بلام الجحود. إلى جيش مصر العظيم: لولا تضحياتكم ما كنا لننعم. أهي ما كنا لننعم سبقت بكون منفي واتصلت بخبر كان، فكده لام الجحود أهو. ما كنا لننعم بالحرية. مرة ثانية: إلى جيش مصر العظيم: لولا تضحياتكم ما كنا لننعم بالحرية. وده التقييم الأول. تعالوا بينا ننتقل للتقييم الثاني. التقييم الثاني أيضا مديني وصية لأبو خزيمة، وبيقول لي: وازن بين أثر تحلي الإنسان بالشرف والكرامة عند أبو خزيمة. أبو خزيمة بيتكلم عن الشرف والكرامة، وعند ذي الإصبع العدواني لما كان بيوصي ابنه أيضا بأنه هو يتحلى بالشرف والكرامة. ذي الإصبع العدواني أثر تحليه بالشرف والكرامة إيه؟ كان هيحقق له السيادة على قومه. يبقى عند ذي الإصبع يحقق له السيادة والشرف. تحليه بالشرف والكرامة يحقق له السيادة والشرف على قومه، يصبح سيد على قومه بأخلاقه الكريمة
ده عند ذي الأصبع العدواني. طب عند الراجل ده اللي هو أبو خزيمة، أبو خزيمة بيقول لهم إيه؟ خذوا من آدابي وقفوا عند أمري واحفظوا وصيتي وموتوا على شريعتي. بيوصيهم الوصايا دي كلها اللي هي خاصة بالأخلاق. طيب ليه؟ تعالوا نشوف ليه. هنلاقي من أول ولا فارقني جار، يبقى هنلاقي حب الناس ليه حتى أن جاره لن يفارقه. طب وإيه تاني؟ انشروا الخير تنشروا، استروا الشر تستروا. يبقى دي الأثر. يبقى الأثر عند أبو خزيمة أو عند أبي خزيمة يحقق له إيه؟ السمعة الطيبة وحب قومه ونشر صفاته الفاضلة. أبو خزيمة بيقول له لو أنت تحليت بالصفات الفاضلة هتكون السبب السمعة الطيبة ليك، وإن قومك يحبوك وينشروا لك إيه؟ ينشروا الخير وتنشروا، ينشروا لك صفاتك الطيبة وصفاتك الفاضلة. طيب المحسن البديعي خذوا من آدابي قفوا عند أمري احفظوا من وصيتي وموتوا على شريعتي. لو بصينا خذوا من آدابي قفوا عند أمري، جملتين بنفس الحجم أو بنفس المستوى ويبقى بينهم ازدواج. طب لو بصينا هنا احفظوا وصيتي موتوا على شريعتي غير الازدواج، تشابه الحرف الأخير أيضا فيدينا سجع. يبقى عندي ازدواج وعندي سجع. سمات الوصية في العصر الجاهلي تحققت من خلال هذه الفقرة والدليل عليها. هو عايز سمة واحدة طبعا من أكثر السمات إن هي يغلب عليها السجع بس. وبجيب له مثال مثلا انشروا الخير تنشروا استروا الشر تستروا، يبقى هاخد له مثلا تنشروا تستروا، يبقى ده سجع. هاي تنشروا تستروا دول سجع. طيب أطب مطعمك وإلا تحرم استجابة الدعاء. ركزوا معايا في السؤال ده بقى جديد علينا ومهم. معروف إن إلا دي بتتكون من إيه؟ من إن أداة شرط جازمة، إن أداة شرط جازمة زائد لا نافية زائدة ملهاش أي قيمة. يبقى المفروض إن إلا هنا دي أداة شرط في فعل شرط هلقاه محذوف، أطب مطعمك وإلا تفعل، وإلا تفعل فعل الشرط محذوف، يبقى تحرم استجابة الدعاء. ده يعتبر إيه؟ جواب الشرط. طب جواب الشرط ده إيه محله الإعرابي؟ عايز هو محله الإعرابي، هلاقي جواب الشرط ده طالما ما اتصلتش بيه فاء الجزاء يبقى ده لا محل له من الإعراب. طب امال لو كانت اتصلت به الفاء اللي هي فاء الجزاء فكان هيبقى في محل جزم جواب الشرط. طيب عايز اني اكتب برقيه تعزيه لشهدائنا في حرب 6 اكتوبر وفيها مضارعين، واحد منصوب والتاني مجزوم. طبعا البرقيه المرسل اليه والعنوان، وتحت برضو المرسل والعنوان، المرسل والعنوان، وبعدين السطر اللي احنا هنكتبه ببالغ الحزن نعزي أسر الشهداء الذين لم ننسهم، اهو ده ايه؟ مجزوم. ولن ننساهم وده منصوب عشان عايز في البرقية فعلين، واحد منصوب وواحد مجزوم. مرة تانية يبقى المرسل إليه والعنوان وبعدين المرسل والعنوان. ده أبو البرقية. يلا معايا كده قلمك في إيدك وورقتك في إيدك وركز معايا. ببالغ الحزن نعزي أسر الشهداء الذين لم ننسهم ولن ننساهم. ننتقل للتقييم الثالث والأخير، وجايب لي على أهلها جنت براقش، المثل اللي كنا أخدناه، وشارح لي المثل ده وبيقول لي المثل ده موجود في كتاب جمهرة الأمثال للعسكري، وبيحكي عن الكلبة طبعا اللي هي كان قومها اختبأوا ونبحت فالأعداء عرفوا مكانهم وللأسف رجعوا واستباحوهم، وكانت السبب في إنها ضرت قومها دون قصد. بيقول لي إيه السمة التي تميز تكوين المثل في العصر الجاهلي وتظهر في هذه الفقرة؟ طبعا أي مثل لازم يتصف بإيه؟ أول حاجة معانا الإيجاز.
أو لو عايز أكمل تاني جمال الصياغة، ولو عايز أكمل وضوح الدلالة، وهكذا. من وجهة نظرك حول استخدام الحيوانات في الأمثال لتوضيح سلوكيات البشر، لما قال لي على أهلها جمت براقش، وبراقش زي ما قلنا دي كلبة. طيب استخدام الحيوانات في الأمثال عشان يوضح لي سلوك البشر، هل ده مفيد؟ أقول له قد يكون مفيدا. طيب ليه؟ لتشابه الصفات، مثل الشجاعة للأسد والوفاء للكلب. طيب والتشبيهات دي اللي هي موجودة عند الحيوان واللي بنمثل الإنسان إن هو يشبه هذا الحيوان في هذه الصفات، فهي تفيد التوضيح. بشرط ألا نأخذ على الشكل الظاهري، أنا بأخذ فقط الصفة وليس الشكل الظاهري، يبقى بشكل جوهري وليس شكلا ظاهريا. يبقى استخدام الحيوانات في الأمثال يوضح سلوكيات البشر، نعم أقول له قد يكون مفيد لتشابه تلك الصفات مثل الشجاعة في الأسد والوفاء في الكلب وغيرها، وهي تفيد التوضيح للمثل وبشرط أن يكون بشكل جوهري. مما اشتهر من الحكمة في العصر الجاهلي، هناخد بعض الحكم. رب أخ لم تلده أمك، رضا الناس غاية لا تدرك، من مأمنه يؤتى الحذر. السؤال بقى بيقول لك قارن بين أسلوب هذه الحكم الثلاثة والحكم اللي أوردها زهير بن أبي سلمى في نصه اللي هو من نص تجارب الحياة، من حيث حاجتين، المضمون ومن حيث السمات الأسلوبية. طب نبدأ بالمضمون. رب أخ، ركزوا معايا عشان المضمون هقول لكم شافوي. رب أخ لم تلده أمك، اللي يقصد به مين؟ الصديق، اللي هو بيكون مثل الأخ في تعامله معك. يبقى الحكمة دي تعبر عن الصديق الذي يكون لك مثل الأخ. طب مضمون الجملة الثانية، رضا الناس غاية لا تدرك، إن الإنسان مهما فعل من إحسان للناس لن يستطيع أن ينال رضاهم، مش هيرضي الكل أبدا. ده الأنبياء وهم أفضل بشر الناس ما رضتش عنهم، كلهم آمنت بيهم. ربنا اللي خلق البشر مش كل الناس رضت عنه وآمنت بيه. طب الثالثة، من مأمنه يؤتى الحذر، يعني المكان اللي انت تحس فيه بالأمان وانت مش هتاخد خوانة أبدا، هو ده المكان اللي لازم تكون حذر فيه. يبقى بيقول لي تأخذ حذرك من المكان الذي لا تنتظر منه سوى الأمان، هو الذي تأخذ منه الحذر. ده كده من حيث المضمون. طيب أما من حيث الأساليب، فمن حيث الأسلوب هذه الجمل أسلوب خبري. طيب والسمات اللي أخذها أيضا تجارب الحياة زهير بن أبي سلمى أيضا أسلوبه إيه؟ خبري. طيب وإيه السمات الأسلوبية لهذه الحكم؟ أو هنكتبك بقى السمات الأسلوبية لهذه الحكم، واللي هي نفسها بتتشابه أيضا مع السمات الأسلوبية لمين؟ لزهير بن أبي سلمى، اللي هي طبعا الإيجاز، جمال الصياغة، ووضوح الدلالة. ودي السمات الأسلوبية وهنلاقيها معانا عند هذه الحكم وعند أيضا زهير بن أبي سلمى في حكمه. قال الشاعر: سكت فغر أعدائي السكوت وظنوني لأهلي قد نسيت. ده طبعا عنترة بن شداد. فبيقول لي إيه المحسن اللفظي الموجود في البيت؟ أول حاجة هتيجي في بالي تشابه الحرف الأخير أهو، سكوت ونسيت، على طول دول يدوني إيه؟ طبعا يدوني تصريع. تشابه الحرف الأخير بين شطري البيت الأول، الحرف الأخير أهو الت والت، يبقى السكوت ونسيت تصريع. عايز إعراب الفعل أرجو. هل تعرفون لبناتي فأرجو؟ وبالفعل أرجو هنا الفاء سبقت بطلب، والفاء لما تسبق بطلب تبقى فاء السببية، يبقى أرجو فعل مضارع منصوب، منصوب طبعا بفاء السببية. طب علامة نصبه إيه؟ منصوب. علامة نصبه إيه؟ طبعا الفتحة، والفتحة طبعا هنا الظاهرة لأنه منتهي بحرف العلة الواو. وبكده يبقى انتهينا من كل التقييمات
اللي هي في الاسبوع الثالث، ودول 3 تقييمات. ما تنسوش زي ما قلنا نصلي على النبي في التعليقات ونشترك في القناه علشان نتابع كل التقييمات. وتعال نشوف الاداء المنزلي طالب مني ايه في الاداء المنزلي. مديني مجموعه كتب وبيقول لي الكتب دي ادخل على محرك البحث أو مكتبة المدرسة وابحث عن الحكم والأمثال اللي موجودة في هذه الكتب. نختار كتاب منهم ونبحث عن الحكم والأمثال في العصر الجاهلي، ونلخص ده في 5 سطور. نذكر السمات الفنية للحكم والأمثال، ونذكر أيضا نماذج للحكم والأمثال. طب تعالوا نبدأ. أنا بحثت مثلا عن تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات، وبيه وجدت فيه أول حاجة عايزينها السمات الفنية للحكم والأمثال. أول حاجة لقينا من السمات الإيجاز. 2 يلا قلمك في إيدك وورقتك في إيدك وسجل معايا. جمال الصياغة. 3 وضوح الدلالة. 4 سلامة الفكرة. 5 الإيقاع الموسيقي. أولهم تاني يلا الخصائص. الإيجاز، جمال الصياغة، وضوح الدلالة، سلامة الفكرة، الإيقاع الموسيقي. طيب من أهم الحكم في العصر الجاهلي هناخد أمثلة للحكم وأمثلة للأمثال. من أهم الحكم مثلا مصارع الرجال تحت بروق الطمع. هقول تاني، مصارع الرجال تحت بروق الطمع. تاني، رب ملوم لا ذنب له. رب ملوم لا ذنب له، ده من الحكم. طب تعال ناخد أهم الأمثال في العصر الجاهلي. رجع بخفي حنين. مرة تانية، رجع بخفي حنين. طب المثل الثاني، إنك لا تجني من الشوك العنب. إنك لا تجني من الشوك العنب. ده كده السمات وأهم الحكم والأمثال الموجودة في العصر الجاهلي. السؤال التالي، ومديني أبيات شعري وبيقول لي حدد المحسن، بس محدد لي بقى اللفظي، حسن لفظي من اللي سر جمالهم بيعطي جرسا موسيقيا. طيب، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وفي مراعاة نظير بس ده مش لفظي، ده معنوي، احنا عايزين لفظي. اللفظي هنا عندنا ايه؟ الاحظ حسن تقسيم بين الجملتين، يبقى حسن تقسيم. طيب، أنا المرء لا يثنيه عن طلب العلا نعيم، ولا تعدو عليه المفاقر. هلاحظ أيضا في التفات أنا والهاء، بس الالتفات ده معنوي، احنا برضو عايزين محسن لفظي، فهلاقي في حسن تقسيم أيضا لا يثنيه عن طلب العلا نعيم، لا تعدو عليه المفاقر، أيضا حسن تقسيم. طبعا المحسنات اللفظية هم حاجة من 3، تصريع، وهبص الاقي في البيتين دول مفيش تصريع. تاني حاجة الجناس، يعني كلمتين شبه بعض في الحروف، برضو مش هلاقي الكلام ده، فكده ما عندناش إلا حسن التقسيم. أهواك يا وطني، أهواك أنت هوايا، أهواه وأعشقه. هلاقي مثلا بين أهواك وبين هوايا أو أهواه، هلاقي هنا شبه بعض في الحروف، يبقى ده جناس إيه؟ جناس ناقص. جناس ناقص. طيب، الإسلام آخى بين الناس، ساوى بين الأجناس. هلاقي الجملتين بينهم ازدواج، الجملتين قد بعض، وأيضا في هنا طبعا ده نسر، فأيضا في سجع. الإسلام آخى بين الناس، ساوى بين الأجناس، يبقى ازدواج وسجع، وده محسن لفظي في هذه الجملة لأنها نسر. السؤال اللي بعده مديني أبيات لزهير بن أبي سلمى من معلقته، وبيقول لي إيه السؤال؟ حلل الأبيات تحليلا أدبيا وبلاغيا. أدبيا يعني شرح. طب تعال نشوف شرح الأبيات. زهير هنا، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. ركز معايا علشان هنشرح الأبيات أدبيا، هنشرحها شفوي. قلمك في إيدك لو حبيت تكتب معايا. فهو هنا بيمدح مين؟ بيقسم بمين؟ بيقسم بالكعبة اللي بناها قريش وجرهم. قوم قريش وجرهم، قبيلتين اللي بنوا الكعبة.
طب بيقسم على ايه؟ انه بيمدح السيدين اللي هم اصلحوا بين قبيلة عبس وقبيلة ذبيان، فبيقول يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحي ومبرم، يعني السيدين دول في كل حال مكانتهم عالية جدا ان هم اصلحوا بين قبيلة عبس وذبيان. تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، انتوا لحقتوا القبيلتين دول بعد ما كادوا يفنوا بعضهم ودقوا طبول الحرب. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي، يعني عايزين يوصلوا للسلام حتى لو كان ده سواء بالمال أو بفعل المعروف. فأصبحتما منهما على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأسم، وكده وصلوا القبيلتين للسلام وبعدوا عن العقوق وعن المأسم اللي هي الذنوب. عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي، بيقول لهم انتوا بقيتوا في مكانة عالية جدا في قبيلة معد، وانتوا وصلتوا ان انتوا حصلتوا على كنز عظيم من المجد لانكم صالحتوا بين قبيلتي عبس وقبيلة ذبيان. يبقى اذا شرح الابيات الشاعر هنا بيمدح السيدين اللي هم صالحوا بين قبيلتي عبس وقبيلة ذبيان. طيب اما بلاغيا فهيطلب مني بعض مثلا الصور. طب زي ايه الصور؟ عندي مثلا يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال، نعم السيدان على كل حال دي فيها كناية، كناية طبعا ايه؟ عن حسن الحال، صفة لحسن الحال. طيب تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، ايضا دي دقوا بينهم عطر منشمي كناية عن الحرب، ان هم دقوا طبول الحرب. طيب بيقول لي موضحا الغرض. طب ايه غرض الابيات دي؟ الابيات دي غرضها قلنا المدح، بيمدح هؤلاء السيدين. طيب وبين الاسلوب اللي انتهجه الشاعر لتوضيح فكرته. طب اسلوبه ايه؟ اسلوبه خبري، غرضه التقرير والوصف، عشان كده استخدم التقرير، استخدم الاسلوب الخبري لان غرض التقرير والوصف. ومدى استخدامه ايضا للمحسنات البدائيه. طب المحسنات البدائيه عندي مثلا سحيل ومبرم طباق يبرز المعنى ويوضحه. وعندي مثلا السلم ونسلم جناس ناقص، بين السلم ونسلم جناس ناقص. طبعا جناس الناقص ده سر جماله ايه؟ يعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن ويجذب الانتباه، يعطي جرسا موسيقيا. طيب ده كده تحليل الأبيات. يبقى تحليل الأبيات أدبيا شرحنا الأبيات، بلاغيا طلعنا بعض الصور زي الكنايات دي. طيب والاسلوب بتاعه والغرض، الغرض المدح. طب ايه الاسلوب؟ الاسلوب زي ما قلنا خبري للتقرير والوصف. بعد كده المحسنات طلعنا اهو مثلا طباق وطلعنا جناس. ننتقل للسؤال التالي. السؤال الثاني من القصة بتاعتنا اللي هي وإسلاماه. مديني القطعة وجلال الدين كان بيتكلم مع ابن عمه قائد جيشه وزيره اللي هو الأمير ممدود وزوج أخته أيضا، وبيقول لي إيه رأيك في موقف جلال الدين نحو تصرف والده مع التتار؟ جلال الدين شايف إن والده أخطأ وبيقول تصرفه ده آلمنا، أحزننا إن والدي هو اللي هجم على التتار، فكانوا التتار بعد كده رسل الدمار وتسبب في ان هم هجموا بعد كده على بلاد الاسلام، يعني هو اللي تعرض لهم الاول وتسبب في ان هم هجموا على بلاد الاسلام ودخلوا المدن ودمروها. بيقول لي انت رايك ايه في هذا الامر؟ ان هو شايف ان والده اخطا؟ طبعا لا، انا رايي ان والده اعظم ملوك عصره. طيب وما فعله كان سببه ايه؟ ليه هجم على التتار؟ وهجومه على التتار
كان سببه ايه؟ حماية بلاد الإسلام وتوسيع رقعة المملكة ونشر الدين. حاجات كتير قوي ممكن تكون سبب في هذا الأمر. طيب أعرف الكلمات اللي تحتها خط، مديني الأبيات وبيقول لي أعرف الكلمات دي. ومن هاب أسباب المنايا يمنه، ده أسلوب شرط، وهنا ده جواب الشرط. فعل جواب الشرط طبعا بيبقى مجزوم، يبقى أول حاجة كلمة ينلنه فعل مضارع مجزوم. هي كان أصلها ينال، حذفنا احنا الألف بس حذفناه من قبل الآخر، يبقى مجزوم بالسكون. طب والهاء دي طبعا أنا عندي الهاء لما بتتصل بالفعل بتبقى في محل نصب مفعول به، نصب مفعول به. طيب قد قلتما إن ندرك السلم، أسلوب شرط برضه تكون النتيجة نسلم، يبقى ندرك فعل الشرط ونسلم فعل الشرط، الاثنين كده هيبقوا مجزومين. طب والاثنين صحيح الآخر، يبقى الاثنين مجزومين بالسكون، يبقى اهو ندرك والتانية أيضا اللي هي إيه؟ نسلم. هنعرف الاثنين مع بعض، ندرك ونسلم أهو الاثنين نفس الأعراب، فعل مضارع مجزوم بالسكون، أنا متجزمه السكون صح الآخر. من يستبح كنزا من المجد يعظم، برضه أسلوب شرط، يستبح ويعظم الاثنين فعل الشرط وجواب الشرط، والاثنين أيضا مجزومين بالسكون، هنكتبهم الاثنين أيضا مع بعض، يستبح والثانية يعظم، الاثنين نفس الأعراب، فعل مضارع مجزوم وأيضا علامة جزمه إيه؟ السكون. يفضل معايا يقولون، طبعا ده واضح ما فيش قبله أداة نصب أو جزم، فيقولون ده مرفوع بثبوت النون، أو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. وطبعا لو حبيت أكمل واو الجماعة في محل رفع فاعل، واو الجماعة في محل رفع فاعل. تجمل لا تهلك أسى، وتجمل تجمل ده فعل أمر أهو، تجمل فعل أمر طبعا مبني على السكون. وده كده معانا سؤال الأعراب، وبكده يبقى وصلنا لنهاية إجابة الأداء المنزلي، الأداء الصفي، ومديني أي بني أي بني، فهنا طول ما بدأ ببني بيكلم ابنه فقط يبقى نعرف إن دي عبارة عن إيه؟ إن دي عبارة عن وصية. فلما يقول لي تمثل الفقرة فنا من فنون النثر الجاهلي، طول ما قال لي أي بني خلاص يبقى الوصية. طيب إيه خصائص الوصية؟ عايز سمة واحدة من سماتها، سمة واحدة ممكن نقول له مثلا التنويع بين الأسلوب الخبري والإنشائي، بس هو محتاج سمة واحدة. طيب قارن بين الشعراء الأربعة، مديني أربع يعني شعراء، وكل بيت شعر أو كل شاعر مديني ليه بيتين، وعايزني أعمل مقارنة. لبيد بن ربيعة بيقول لا تفرحن فكل وال يعزل، وكما عزلت عن قريب تقتل، وكذا الزمان بما يسرك تارة وبما يسوءك تارة يتنقل. هنا نلاحظ ان الشاعر ربط فكرة انتهاء السلطة بالموت، ربط فكرة الموت بانتهاء السلطة، وان الموت ده هو النهاية الحتمية للجميع. يلا قلمك ورقتك في ايدك وسجل معايا مرة ثانية. ربط الشاعر فكرة الموت بانتهاء السلطة، وأن الموت هو النهاية الحتمية للجميع. الشاعر الثاني النابغة الظبياني: المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى حلو العيش مره. ركز معايا يلا، قلمك في ايدك.
مقصود بها إن طول العمر مش بالضرورة خير، وإن الإنسان ممكن عمره يطول، بس لما العمر يطول بيحصل إيه؟ بيفنى الفرح ويفنى الشباب وتبقى فقط مرارة الحياة. مرة تانية، إن طول العمر ليس بالضرورة خير، فمع طول العمر يفنى الفرح ويفنى الشباب وتبقى إيه؟ تبقى فقط مرارة الحياة. الشعر الثالث الأعشى: يلمن الفتى إن زلت النعل زلة، وهن على ريب المنون خوازل، يقولن حياة بعد موتك مرة، وهن إذا قفين عنك ذواهل. طب اللي بيأكد لنا الشاعر هنا برضو حتمية الموت، وإن البشر عاجزين عن إنهم يتجنبوا الموت، فتصبح الحياة بلا قيمة بعد هذا الشخص الغالي اللي هو مات أو توفى. يبقى مرة تانية قلمك في إيدك وسجل معايا: يؤكد الشاعر حتمية الموت وعجز البشر عن تجنبه، فتصبح الحياة بلا قيمة بعده. طيب الشاعر الأخير زهير بن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم، ومن هاب أسباب المنية ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. نلاحظ أن الشاعر هنا بيقول أن هو مل من مشاق الحياة، وإن الموت آتي لا محالة، حتى لو حاول الهروب وحاول يصعد إلى السماء. مرة ثانية قلمك في إيدك وسجل معايا: يعبر عن ملله من مشاق الحياة، وأن الموت آت لا محالة، حتى لو حاول الهروب بالصعود إلى السماء. ننتقل للسؤال التالي من قصة وإسلاماه، ومديني أبيات سطرين كده من وإسلاماه لجلال الدين وهو بيستعد للمعركة، وترك الراحة لليالي طويلة وهو بيجهز للجيش، قرابة شهر وهو بيجتهد ويبني القلاع ويبني الحصون، ويعني يساعده في هذا الأمر صهره ممدود زوج أخته. بعد كده نيلسون مانديلا: الشجاعة ليست غياب الخوف، بل هي القدرة على التغلب عليه. الوطن هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه. أولفر ويندل هولمز. أوجد الدليل العلاقة بين الثلاث مقولات دول. العلاقة إن جميعهم طبعا بيتحدث عن حب الوطن والدفاع عن الوطن ونزع الخوف من القلوب في مواجهة العدو. مرة ثانية، جميعهم بيتحدث عن حب الوطن وعن الدفاع عن الوطن ونزع الخوف من القلوب أثناء مواجهة العدو. بعد كده مديني سؤال بلاغة ومديني بيتين شعر وبيقول لي البيتين دول بيعبروا عن إيه. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تجبه أنامله. هنلاحظ عايز مني محسن بديئي بين بسط وقبض طباق يبرز المعنى ويوضحه. والآن مع تقرير بيقول لي ان احنا قمنا بزياره تثقيفيه لبانوراما حرب 6 اكتوبر، وعايز مني اكتب التقرير ده، بس خلي بالك هتراعي ايه؟ انك تستخدم صيغ جمع، ادي 1، تستخدم اساليب شرط، ادي 2، تستخدم عبارات تحتوي على السجع، ادي 3. لازم تراعي الثلاث حاجات دول. قامت مدرستنا بزياره تثقيفيه لبانوراما حرب اكتوبر، حيث شاهدنا، ولاحظ ان انا مستخدم كده اهو صيغ الجمع مع جنودنا الابطال، كده استخدمنا اول حاجه صيغ الجمع. طب تعالوا نشوف مثلا السجع مع جنودنا الابطال وكيف انتصروا على الاهوال. هلاقي الابطال والاهوال، ادي سجع معايا. وبعد كده عايز مني اساليب شرط، نكمل بقى. وكيف استطاعوا تحقيق النصر، ادي اسلوب الشرط اللي جاي بقى. فمن يسعى للدفاع عن وطنه ينال النصر لانه يدافع عن هدف كريم ونبيل، وعدنا ونحن فخورون بجيشنا الباسل. مرة تانية قلمك في ايدك وسجل معايا. قامت مدرستنا بزيارة تثقيفية لبانوراما حرب اكتوبر، حيث شاهدنا معا جنودنا الابطال وكيف انتصروا على الاهوال وكيف استطاعوا تحقيق النصر. فمن يسعى للدفاع عن وطنه ينال النصر لأنه يدافع عن هدف كريم ونبيل، وعدنا ونحن
فخورونا بجيشنا الباسل. وبكده يبقى انتهينا تماما من الأسبوع الثالث، سواء التقييمات أو الأداء الصفي أو الأداء المنزلي. انتظرونا إن شاء الله غدا على طول في الأسبوع الرابع، لأنه نزل فعلا معانا الأسبوع الرابع على موقع الوزارة. وفقكم الله.